انا قلت انه ذي حلقه ما راح تكون زي اللي فات، بس اتضح العكس. اتضح انكم من عبده الشيطان. مرحبا بكم في اسوأ حلقه اعترافات في تاريخ اليوتيوب. وقبلها لازم تعرف انه لو تبغى تشارك بتلاقي الانستغرام والديسكورد في الوصف. بدون ما اطول عليكم خلونا نشوف اعترافاتكم. انا نمشي مع 5 خواتات في نفس الوقت. ايه 5 بنات يا اخوه، زيد كمل فيها ومش مع امهم حتى يجيك الوالد وياه. انا نحب واحده. اسكت بس، انا احب 10. في مرة مارست مع عماتي وبنتها في يوم واحد. ذاتس كان عمتك وبنتها، استغفر الله. اريد اشوفك. لا ما راح تقدر، لان الكاميرا ما تتحمل جمالي. كل مرة احاول اتواضع فيها واتصور الكاميرا تخرب. ايش يسوي انا؟ عشان كذا خلي اجمع شوي فلوس عشان اجيب كاميرا تقدر تتحمل جمالي. صبت بنت الوالي. ايش ودك لعندها يا ابن الذين؟ روح ما زيد اشوفك هنا. روح. بنت جنرال يا خرا. شنو هذا؟ مرة خرفنت واحد بحساب بنته، خليته يرسل لي صورات واو اي زا تقصد، وكمان اشياء اخرى عشان يتعلم يسوي. صحي تحس بنفسك ما ضاير عندي حسابك ولا ايش؟ الحين بفضحك لكل اصحابك. سيركم في ريل ما تخافوش. لا مو في ريل، في فيديو طويل نبغيك. تشيل اخت. والله ما كنت احسب انه في واحد تحبه. الاخت ارسلي لي في الخاص. والله راح نتكلم في هذا الموضوع. سرقت اسئله امتحان وفشلت فيها. حمار. بصراحة أنا كمان أرسلت لي الأستاذة أجوبة للبيت وفي الاختبار عصبت. الحمار ويحفظ الطريق. سويت لي بنت سيكو. استغفر الله العظيم. يهديكم الله يهديكم. ما أدري جايين تقولوا لي ذا الشيء. أنا كمان أنا طلبت أسرار مو فواحش. بعثت لك رسالة طلبت منك تصور. واو وات ذا فاك از ذس. دي اللي يقولوا لها قلة أدب. لحظة بالك أسوي لها بلوك. طبعا تعال الخاص أعطيك رقمين بنات. والله أنا جاي راح أرسل لك كمان. لحد الحين جلبت فيها 3 بنات. تكفي المنع. مش معنى حوي الكأس كذا وكذا. من وين قاعدين يطلعوا لي دم معوقين؟ مرة خريت في خزانة الجيران. يا خراي امشي اطلع من الفيديو. مرة كنت أكلت خرا مفكرها شوكولاتة. وات ذا فاك؟ لا تقول لي انك اكلت خريات اللي قبل شوي، مو خرا في الخزانة وانت حسبتها شوكولاتة. يا خرا. شنو هذا؟ اعتذر على قلة الادب، بس والله دول الاسرى اللي قاعدين يجون. مرة اكلت خرية صاحبي. امك هم مع الخرا قاعدين خريتوا لي الفيديو. احب امي اكثر من ابوي. يا عمري بيحب امه. قوم يا قوم مكانك مو هنا. انا احادي خلوتين. او ما هذا تخيلت كل شيء بحياتي الا انه يكون في واحد بوحده بس. احب اسلام ابن عمي. اسلام قاعد ادور عليك واحده. لو واحد فيكم بنت عمه اسمها فاطمه يمكن تكون هي. واحده 100 جلده قاعده تستناك. 100 جلده. نحب الطاطات. للي ما يفهمون ايش معنى الطاطات، قاعد اتكلم مع الجمهور الغير الجزائري. الطاطات هما المراه الاربعينيه. عندي زوجة بس ما حد يعرف. كيف ما حد يعرف يا غبي يا ذكي؟ وانا وربك والمشاهدين كلنا ندري. لحظة عندي حسابك. راح افضحك. صغير. بس كذا. تعال ازيدك شوي من عندي. بكري في رمضان كانت صاحبتي تقول باللي راهي عندي وانا اقول اني عندها، واحنا الاثنين في لاجروند بوست. عشان كذا ما تخلوا البنات يخرجون بالليل. يمكن يكونون عند الوالد في بيتهم. يمكن يكونون عندي في البيت. ما تدري ليش تسوي لهم. قمت صاحبتي. لا حول ولا قوة الا بالله. استغفر الله. انا كل يوم الساعة 4 الفجر على الموقع سيكو ما ياكلون الناس بعد الفجر، ياكلونه بعد الظهر. يفطرون به ويتعشون به. الكسكس هو كسكس. خطرة الشهوة حويت دجاجة. بس انتو شهوانيين كتير. لك شو هيدا؟ دجاجة يا معوق. دجاجة. والله ما ادري حكمك انت. حكم سرقت شبشب شيخ المزيد، ولما جيت ارجعه له بحثت عنه وسمعت صوت في مصلى النساء فدخلت، وكان المكان مظلم. ولما نورت المصلى لقيته في المصلى مع واحدة. وانت عارف باقي القصة. عندما تعجز الأحى عن الأحى. وانت كيف تسرق الشبشب بعدين ترجع لهم؟ ما عمري شفت سارق يرجع لي سرق. وكمان فضحت لنا الشيخ يا اخي. كان يسوي جهاد النكاح. ذا سنة. مو فاهمين. ذا سنة. كانت في بنت جميلة في المسبح. قمت دخلت وجهي فيه. خربتهم لي الفيديو. احب رجلين جدتي. استغفر الله. فاك يعني بين كل الارجل اخترت رجل جدتك. انا قلت لكم خربتم الفيديو. بحب فيديوهاتك يا وحبك بالالف ياتيني منك وردة بالليل تكفيني. بالله عليك وقف الشارع. والله ذي اخترت عليه. والله ما قاعد اكتب.
اخرج 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 اخرج. المهم لو عندك سيرة كمان نقولها في التعليقات، راح اضيفها في الفيديو جاي. لايك ومتابعة، خلونا ناس صانع محتوى. anyway goodbye.